صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الذكور، أهلا بكم في نشرة الخلافة. أوكي حتى لي قدام شوف دا أشتغل عدل. التقى الوفد القادم من بلاد الأندلس الخليفة وحاشيته لتوطيد العلاقات بين البلدين، والجدير بالذكر أن الوفد لن يعود إلى أرض بلاده بسلام. قرر الخليفة منح الشهداء جوائز رحلة مجانية إلى شرم الشيخ، تتضمن الرحلة إقامة 4 أيام وفطور وعشاء خالي من الكحول. فاصل ونعود مشاهدينا مرة أخرى. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. زار الخليفة روضة الأطفال واستقبله الأطفال بالورود والهدايا والحب، وثم أخرجهم من الروضة وقرر تفجيرها وبناء مسجد في مكانها، وما زال الأطفال مفقودون إلى هذه اللحظة. فاصل ونعود. وضمن قائمة الممنوعات الجديدة المستحدثة فقد أصدر الخليفة قائمة جديدة للأشياء الممنوعة، وهي كالتالي: أولا، منع رقم 3 في التداولات والحوارات بشكل نهائي، يعني من واحد تطلبه 3000 تقول له أطلبك 2000 و1000، وذلك لأن الرقم 3 يحتوي على 3 أضلاع وهي ترمز إلى مثلث الماسونية. منع ركوب كل الحيوانات إلا لغايات جنسية. هاي منو عيني؟ من دا يكتب؟ منو حرين دا يكتب هاي النشرة؟ منو دا الشاقة؟ أبو جندل أنت أبو جندل صدق؟ أوكي. ومن ضمن مكرمات الخليفة تم السماح للنساء بالخروج إلى الشارع لمدة 2 ودقيقة، وذلك بدون محرم على أن لا تتجاوز المسافة رأس الشارع. والآن مع النشرة الجوية. شكرا للأخوة على النشرة الجوية. والآن مع أهم الأخبار الاقتصادية. تصاعدت أسعار أسهم الفدية المأخوذة على الأسرى العراقيين لتصل إلى $2000 العراقي الواحد، فيما لا يزال الأجنبي المخطوف سعره $1.5 مليون، وقد تصل إلى $20 مليون إذا كان أمريكيا. والآن مع نشرة الأخبار الرياضية. الرياضة حرام. نلتقيكم بعد الساعة 2 بساعة. إلى اللقاء. صليل الصوارم نشيد الأباء